اقسم بالله العظيم يا متولي يا سعيد، لو انت رجعوك بطن امك تاني دي الحاجه الوحيده اللي اقدر ان انا امنع نفسي ما اجيبكش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم حسين الاسواني. بشرة خير لكل صعيدي. من الفترة اللي فاتت في حد تكلمنا عن موضوع الواد متولي سعيد اللي غلط في الصعايدة، واللي قال شوية عياله وبتاع. متولي سعيد اتعامل معاها السليم. متولي سعيد اتعامل معاها. اقول عشان نشوف الفيديو كده يا جماعة ومتعوا عينيكم، وعشان فيه رسالة مهمة جدا، رسالة مهمة جدا 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 بعد الفيديو داتي. طيب بص انا عايز اولا اعتذر لاهل الصعيد كلهم واحد واحد، واعتذر لاوسكار نجم اوسكار اخويا وراجل محترم، اوسكار ابو هريدي وعيله ابو هريدي، الناس المحترمه الناس الكويسين. انا عارف الصعايده ناس محترمين، وانا بعتذر لكل اهالينا في الصعيد، كل اهالينا واحد واحد في الصعيد حقهم عليا، وانا اسف. انا ما كانش قصدي اهل الصعيد، انا كان قصدي الناس بتوع التيك توك، انا كان قصدي الناس بتوع التيك توك، وانا بعتذر لاوسكار وبعتذر لكل الناس. وبخلص دلوقتي وبقول له مش على حاجه زي ما انت قاعد. بقول له اوسكار حقك عليا وانا اسف، وانا ما غلطتش فيك والله، والله انا ما غلطتش فيك ولا اقدر اغلط فيك. انا غلطت بس على الناس بتوع التيك توك والله. انا لما غلطت على الناس بتوع التيك توك فقط لا غير، ما غلطتش في حد تاني. لما غلطت على الناس بتوع التيك توك، ويا ريت كل الناس تقبل اسفي، وانا ما اقدرش اغلط في اصغر ضفر في الصعيد. بقولها المره المليون، انا ما اقدرش اغلط في ضفر في الصعيد. فاهم يا عم اصلا؟ حقك عليا. هتغلط تاني في الصعيده؟ لا طبعا ما اقدرش اغلط. خلاص معلش يا اسطى معلش. وان غلطت؟ اديتها لساني. اديتها لساني يا اسطى، اديتها لساني، اديتها لساني يا اسطى. اي حد صعيدي او غير صعيدي يتغلط فيه ما يسيبش حقه، وهو الشخص اللي بيتغلط فيه ده هو العيله كلها، هو يعني الناس كلها. انت مناسب من الصعيد والصعيد مناسبه منك، وليك قرايب هيناسبوا الصعيد، وليك هنا وليك هنا، كل واحد. الراجل راجل، وده ما يعرفش حاجه عن الرجوله. اقعد يا ما يعرفش حاجه عن الرجوله. ده متولي سعيد اللي بيقول عليه اعلامي وشغل اونطه يا جماعه لو سمحت. المعلم هريدي كان لابد ليه، المعلم اوسكار بهريدي كان لابد ليه ومنيم ليه الدنيا، وجابوا بقول لك الواد بياخذ الخماس بقول بتوجع. ربنا يكفيك شره يا شيخ. يطلع حته زباله فاشل زي ده ويقول ان احنا صعايده توتو، وان احنا كذا، ويغلط في اعراضنا ويغلط في الحريم ويغلط في كل الكلام اللي قاله، ويقول علينا كرجاله مش كويسين ومفيش حد فيكم يا صعيدي يعرف يعمل ويسوي. لا يا حبيبي، لا يا بابا، فيه، وانت شفت بعينك ان فيه. واذا كان في ناس مشغوله ومش فاضيالك ومش عايزه تشغل دماغها او توسخ ايديها بيك فيه، وانت شفت، ولو عايز تشوف تاني اوريك. انا اصغر واحد في عيلة هريدي، انا اصغر واحد في الصعايدة، لكن ان انت تتكلم على الصعيد وعن اعراضنا وتتكلم كلام انت مش حمله، لا انت ولا عيلتك ولا بلدك. اللي اتعمل فيك ده كان يا دوب شعرايه من اللي ممكن اتخن واحد في عيلة هريدي وفي عيلة الصعيد وفي اي حتة فيها رجالة مظبوطة يتعمل فيك اتخن منه. بيتي علي الطلاق من بيتي يا شيخ، انت ود ما جابت ولاده، ايه رايك؟ وسيبك في اللي عملت دلوقتي، انت من بيت رجيل وناسك رجاله، وعلي اليمين مدينه تسلم البطمه اللي شالتك يا شيخ. انت عارف ريحت قلوبنا من جوا. الواحد كان عايش في نار تناتي في الغربه عشان وداتي له، وكل واحد دعمه كان مش عارف يعمل فيها هي. بس الحمد لله، تسلم ايدك وتسلم تسلم سهاج اللي جابتك، وتسلم البطنه اللي شالتك. والله العلي العظيم يا بهريدي، اوسكار بهريدي، بارك الله فيك، وربنا يجمعنا بك على خير ان شاء الله. بس انت عملت حاجه، رساله حتبقى لاي مخلوق في مصر، لاي ممثل، لأي مخرج، لأي كاتب سيناريو، لأي عيل سرسجي، أي عيل سرسجي مبين لا يلباسه من ورا
يطلع ويغلط في سياده ويتكلم على الصعايدة بعد اللي حصل في متولي سعيد ذاتية أسطر اللي عملته فيه، حيخلي أي بني آدم يعمل 1000 حساب قبل ما ياخد خطوة لقدام ويهين أسياده ويغلط في عمامه ويغلط في الصعايدة اللي هم أساسها، اللي هم الأول والدنيا كلها بعدينا يا زعيم، إلا الكرامة، إلا كرامتك. لو حتروح فيها السجن على اليمين حتخش السجن في حاجة نظيفة، مش حقول لك السجن للرجالة والله انفخ فيك، بس انت اللي عملته ذاتي حتى لو دخلت السجن وحياة ربنا يا شيخ تفتخر ان انت دخلت السجن في حاجة زي كده، ربنا يسترها عليك والله العظيم يا ولدي، ومصير القلوب تتلاقى ان شاء الله. ومن اخوك حسين الاسواني بيقول لك شكرا لك وشكرا للبطنة اللي جابتك وشكرا لناس سوهاج كلهم يا عم. ممكن اللي يشوف الفيديو يقول لك ده شيء خارج عن القانون وشيء لا ينفع نجوزه، وهو ينفع لما يغلط في حرمانه ونفضل ساكتين يا ناس يا مدلدله. ما هو اي راجل لحرضه في عرضه، واي راجل لحرضه ان امرته تتهان ولا اهل بيته يتهانوا عشان لقمة العيش يبقى راجل مدلدل، راجل مدلدل وراجل ديوس. سيبك بقى من اي حاجه، ده عرضك، ده غلط في امك وغلط فيك وغلط في ناسك وقال عليك انت عيل، ده بيهينك. واحنا الاهانه عنديها وتوقف، الاهانه عنديها وتوقف عشان ينفعش الانسان ليش غير كرامته. شكرا جزيلا يا اسطى الهريدي، ريحت نفسنا، الله يديك الصحه يا شيخ وربنا يسترها عليك وتطلع علينا بالسلام ونشوفك دايما بسلامه، ولا تقلق يا سيد اخوك. وتحيه لك من اهل اسوان ومن ناس اسوان، الناس المحترمه كلها. اي راجل حر، اي راجل عنده ذره نخوه وكرامه حيفرح باللي انت عملته، حيزعلش من الكلام ده غير الراجل المدلدل، واحنا الحمد لله ولينا في الدلدله، وزي ما تاجي اديها يا زعيم.